وانا لما اسيبه او لما هو يسيبني هعرف ادخل تاني في علاقة كويسة؟ طب انا حد هيحبني؟ هعمل ايه من بعده؟ يا لهوي لو سابني حياتي هتبقى جحيم، مش هعرف احب تاني. اكيد هيسيبني علشان انا شايفة نفسي ان انا مش حلوة، انا مش كفاية، هو احسن مني. انا لازم اكون في مستواه، لازم اعمل المستحيل عشان ما يسيبنيش. معلش، خليني اعدي عادي، ايه يعني ان هو بيعمل كده؟ مشغول، مش قادر يكلمني عشان مشغول. إيه المشكلة يعني ان هو قفل السكة في وشي او هو شتمني؟ عادي. لا، مش هينفع اسيب العلاقة دي، مش هعرف ابدأ من اول وجديد. عندك خوف من الرفض؟ خايفة ان انتي تفتحي الباب وتمشي؟ ليه؟ ثقتك بنفسك مهزوزة، شايفة نفسك ان انتي مش كفاية. هقولك على اسباب خوفك من الرفض وازاي تشتغلي على ثقتك بنفسك وتطلعي من الخوف ده. اول سبب في خوفك من الرفض، مستحيل حد بيخاف من الرفض او بيخاف ان هو يتساب او بيخاف ان هو يطلع من علاقة مؤذية يكون محصلش في حياته هجر، محصلش في حياته ان حد سابه، ان كان في علاقة فاشلة واتساب او اتعرض لإهمال عاطفي من احد والديه. يعني الاب او الام كان دايما متجاهله ومش شايفه، فده ولد عنده احساس الرفض. او شخص في العيلة ما كانش متقبله شكليا، ما كانش متقبل اسلوبه، ما كانش متقبل شخصيته. الرفض بيفضل يكبر 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 جوه الشخص لحد ما يحس ان هو ما يستحقش اي حاجة، ويخاف من فكرة ان هو يتساب ويكمل في علاقات لمجرد ان هو خايف يخسر زي ما خسر قبل كده، او خايف يرجع له شعور ان هو مش مرغوب فيه. الخوف من الرفض هو شعور اني انا اترفض. الشخص بيحمل نفسه مسؤولية افعال الشخص التاني، دايما بيديله تبريرات. الخوف من الرفض مرتبط بقلة الثقة بالنفس. ازاي؟ فقلة الثقة بالنفس مرتبطة بالرفض. لو انا شخصية واثقة من نفسي وعندي استحقاق، هل هسمح ان شخص يعاملني بأقل من اللي انا استحقه؟ هل هخاف من الهجر؟ لا، انا عندي ثقة بنفسي ان انا ما اتسبش، انا عندي ثقة بنفسي ان انا لو الشخص ده طلع من حياتي انا هعرف شخص تاني وهموف اون عادي، لان انا عارفة ان انا استحق الاحسن. ولو العلاقة دي طلعت من حياتي انا مش هكون خسرانة، لان انا عارفة ان انا مكسب لاي حد. عندي ثقة بنفسي، فعشان انا عندي ثقة بنفسي حياتي مش واقفة على حد تاني. الوقت اللي هو هيطلع فيه من حياتي انا عندي حياة تانية. لحظة، مش هخاف ان شخص يطلع من حياتي علشان لما يطلع انا حياتي مش هتقف، انا حياتي فيها حاجات تانية كتيرة بعملها. الشخص اللي واثق من نفسه وهو راضي عن شكله، راضي عن شخصيته، راضي عن حياته، فده بينعكس عليه، ما بيتهزش بخروج حد من حياته ويشوف نفسه ان هو مش كفاية. فلو انا واثقة من نفسي هيبقى مش خايفة من رفض شخص تاني ليا. رفضه ليا ده ما بيمثلنيش، ده بيمثله هو، بيمثل مشاكله هو، بيمثل شعوره هو، مش بيمثلني ولا بيهزني انا، بيمثله هو. زي الاول اتقبل فكرة الرفض وبعدها اشتغل على ثقتي بنفسي. اول حاجة اتقبل فكرة الرفض بان انا افهم اني مش شرط اني كل الاشخاص تجتمع على شخص واحد، ان انا ابقى محبوبة من كل الناس. عادي لما انا اترفض، ايه يعني لما حد ما يحبنيش؟ يعني لما ادخل علاقة وما نستمرش، يعني لما ادخل في علاقة والشخص التاني يشوفني مش مناسبة ليه؟ عادي، ما هو شايفني مش مناسبة ليه فمش هيقدم لي حاجة، وانا استاهل ان حد يقدم لي حاجة، فيبقى هو كمان مش مناسب ليكي. ده حاجة اعرفي ان النصيب والقدر مش هيبعدك عن شخص غير لما يكون فعلا مش مناسب ليكي. الحاجات مش بتحصل عبثا، لازم بيبقى وراها سبب. مفيش حد هيطلع من حياتك غير لما تكتشفي بعد وقت ان هو ما كانش مناسب. فكري كده كام مرة انتي ناس طلعت من حياتك وحمدتي ربنا بعد كده ان هي طلعت وقلتي ياه، ايه الاختلاف اللي ما بيننا ده؟ فكرة الخوف اللي في الأول والخضة دي بتاعت ازاي شخص يطلع من حياتي أنا مش هلاقي زيه، دي فكرة عند كل البشر، بس انتي ما تخليهاش تسيطر عليكي. الثقة بالنفس ان انتي ما تخافيش من الرفض، زي فكرة ان انتي مستبيعة. عارفة الشخص المستبيع؟ انتي طلعتي من حياتي عادي، اشوف اللي بعدك. عارفة ان ده اسلوب معظم الرجالة، مش بيتصرفوا بعاطفة، بيتصرفوا بعقل. انت عارفة ان دي طاقة ذكورة، وانتي لازم يبقى عندك طاقة ذكورة وطاقة أنوثة عشان تبقي أنثى متوازنة.
لو اعتمدتي على طاقة الأنوثة بس هتبقى العاطفة عندك هي اللي بتشتغل أكتر، فبالتالي مشاعرك هتبقى دايما بتشتغل أكتر من عقلك، فمش هتعرفي تطلعي من أي حاجة في حياتك وكل حاجة هتأثر عليكي. فمحتاجة تشتغلي على طاقة الذكورة اللي عندك بتاعة ايه، ان انا ابقى مستبيعة، مش فارق معايا هتطلع من حياتي، ربنا هيبعتلي حد تاني. اذا مش هيبعتلي حد تاني يبقى ربنا شايف ان انا مش محتاجة حد دلوقتي في حياتي، انا هبقى مستكفية بنفسي. ازاي ما اخافش من فكرة الرفض، ان انا تبقى حياتي مليانة، عشان لما شخص يطلع من حياتي انا عندي حاجات تانية بتشغلني، مش مجرد ما هو يطلع خلاص شكرا حياتي هتبقى فاضية. وقتها هتبقي فعلا انتي مش هتستحملي الوحدة وده امر طبيعي. لكن لو انا مأمنة نفسي، بانية كده حدود، وبانية حاجة لنفسي تخليني ان انا مقعش، زي ان انا بانية حياة لنفسي بعيدا عن الحياة دي. ممكن ما تبقيش، ممكن ما يبقاش عندك حياة اجتماعية ولكن مستكفية بنفسك، ممتنة لكل الإيجابيات اللي في حياتك، ممتنة لأي نعم عندك. إن شاء الله النعم دي تكون نعم إن انتي بس بتسمعي أو بتشوفي أو بتعرفي تتكلمي، مش هقولك أي نعم تاني. ممتنة إن انتي بتعرفي تتنفسي، لو انتي ممتنة للنعم وعايشة شعور الامتنان مش هيفرق معاكي بقى طلوع حد. خلاص أنا ثابتة، أنا واقفة على الأرض ثابتة، وعندي مميزات كتيرة جدا وعندي نعم كتيرة جدا. فخروجك أنا هزعل إن انت هتطلع من حياتي ولكن مش هيأثر. انا عارفه ان الكلام مش سهل ولكن هو مش صعب. ناس كتير عايشه بالطاقه دي وناس كتير عايشه ما بيفرقش معاها حد. هما مش احسن منك، هما بس عرفوا يقدروا قيمه نفسهم، هما عرفوا يعملوا حياه لنفسهم، عرفوا يشغلوا نفسهم، فده مش صعب. زي ما غيرك عمل ده فانتي تعرفي تعملي ده. ف وانتي في العلاقة دي لو انتي لسه فيها، او لو انتي مش في العلاقة دي، اشتغلي على ان انتي تبني حياة لنفسك، حتى لو حياة بسيطة. مش هقولك ان انتي بتهلكي نفسك اليوم كله وتبقي مش فاضية لأي حاجة، لا، بس يبقى عندك حاجة شغلاكي. طول ما ده في حاجة شغلاه سهل ان هو يستبدل اي حاجة تانية. طول ما انا مستكفية بنفسي وعارفة ان انا استمتع بوقتي لوحدي ومش حياتي مش واقفة على حد، تمام. تالت حاجة في فكرة الرفض، فكرة البديل. الفكرة ان البنات ما عندهمش بدايل، لما بيطلعوا من العلاقة بيتدمروا. ليه؟ لانهم بيلغوا حياتهم الاجتماعية، مفيش صداقة. طيب لو انتي مضطرة ان انتي ما يبقاش عندك اصدقاء، فانتي ممكن يبقى عندك حياة لمجرد بس ان انتي متابعة موفيز، متابعة مسلسلات، متابعة اي حاجة، عاملة جو لنفسك في دوشة. طيب تاني حاجة، ان البنت لما بتدخل علاقة بتلغي الشغل، بتلغي اهدافها، مبقاش عندها هدف، فلما تيجي تطلع من العلاقة بتبقى حياتها بتقع. الراجل بقى ما بيعملش كده، الراجل عنده صحابه اللي بيطلع ينزل يقعد معاهم على الكافيهات، اللي بيطلع معاهم، عنده صحابه في الشغل، حياته العملية مستمرة. عشان كده مش بيقع زيك، انت اللي بتقعي. فهو مش بيخاف من الرفض. خوف من الرفض بيبقى خوف رجولته، اني انا اترفض، خوف اللي هو خوف رجولي، خوف ان هو انا اللي اسيب. لكن انت خوفك بيبقى خوف من الوحدة، خايفة تترفضي، خايفة من الوحدة، خايفة ان انت متعرفيش تبدأي علاقات تانية. عشان كده الراجل لما بيموف اون بيموف اون بالبديل على طول، عكسك انت بتقعدي منهارة شوية. هل البديل صح؟ اوقات بيبقى صح ولكن انا ما برشحوش في البداية. ليه؟ لان انت لما بتبقي طالعة من علاقة مهزوزة، فأي حد تاني فتدخلي ناس في حياتك شبه اللي كان في حياتك، هتجذبي نفس نوعية الأشخاص. اسمعي الفيديو اللي فات وشوفي عقدة المنقذ واعرفي ده عندك ولا لأ. فهتجذبي نفس نوع الشخص اللي كان في حياتك، فلت حياتها واختارت نفس الشخص اللي كان في حياتها، حد تاني بنفس الصفات شبهه من غير ما تحس. خلي عندك اكتفاء نفسي الأول علشان تعرفي ان انتي ما تخافيش من الرفض. عايزاكي تبني حدود نفسية، عايزاكي يبقى ما عندكيش ثقة 100% في الشخص اللي قدامك، وفي نفس الوقت عايزاكي تبقي شايفة ان انا لو عمل اي حاجة انا سهل ان انا ابيعه، وعايزاكي تتخيلي حياتك من غيره وتبني سيناريوهات لما يطلع انا هعمل ايه، والسيناريوهات دي تبقى ايجابية. قبل ما تبقى السيناريوهات ايجابية عايزاكي تتخيلي الصورة الحزينة، طلع من حياتي، ما بقاش يكلمني، ما بقاش يسأل عليا، وتتعرضي للمشاعر السلبية الأولى، بعدين على طول تدخلي مشاعر إيجابية. ليه هتعملي كده؟ علشان ده هيعودك على المشاعر دي، فما تخافيش من الرفض، تبقي مستعدة نفسيا. أنا عارفة كويس إني لو سيبنا بعض أنا هعمل إيه، فطز مش فارق.
لو انا شايفة نفسي ان انا راضية عن شكلي وراضية عن شخصيتي وبشتغل على صفات، اسمها فيديوهات الثقة بالنفس اللي انا نزلتها. لو انا راضية عن صفاتي وراضية عن شكلي، هل هيهزني خروج حد من حياتي؟ لا. هشوف ان انا هيظهر حد تاني وحد تاني هيقدرني. في ناس بتكون في حياتها نعم وما بتقدرهاش غير لما بتروح منها. شوفي نفسك ان انتي نعمة في حياة الشخص، ان انتي قيمة. خروجك خسارة ليه ومكسب ليك انتي. فيكي حاجات مقللة ثقتك بنفسك. مفيش حد كامل 100%. كل واحد عنده حاجة كده مخليه حاسس ان هو مش لا، في حاجة غلط. كلنا كده. المفروض تبقى نظرتك في نفسك ايه؟ انا في دماغي ان انا هشتغل على حاجة اللي مضايقاني، بس في نفس الوقت انا هظهر الحاجات اللي عجباني في نفسي. نفسك عشان نفسك، مش اهتمامك بنفسك عشان في راجل في حياتك. وده فخ بيقع فيه ستات كتيرة قوي وبنات كتيرة قوي، ان هي دايما مهتمة بجمالها ومهتمة بشكلها لمجرد ان في راجل دايما عايزة تثير اعجابه. لو انتي في طاقة انوثتك ودايما عندك فكرة ان انا مهتمة بنفسي لنفسي عشان انا بحب اشوف نفسي حلوة، ده هيزود ثقتك بنفسك ولا لا؟ ده هيخلي عندك اكتفاء ولا لا؟ ردي كده عليا. لو انا بس بحط مانيكير، بسرح شعري قبل ما انام، بصحى الصبح اسرحه بدل ما هو منكوش، بحط برفيوم في البيت، مهتمة بميك اب بسيط، بتعلم احط ميك اب لنفسي، بعرف احط ميك اب، بفضل اجرب في حاجات جديدة، عايشة كبنت. انا في طاقة ان انا بنت بنوتة، بعملش الحاجة دي عشان اعجب راجل. هل هبقى مش واثقة من نفسي؟ لا، هبقى واثقة من نفسي، متواصلة مع ذاتي، متواصلة مع أنوثتي، فبالتالي ثقتي بنفسي هتزيد. لو أنا كسرت كل الكلام السلبي اللي اتقالي. شوفي فيديو لو مش واثقة من نفسك بسبب أهلك. لو أنا اشتغلت على ثقتي بنفسي اللي حصلت لي من صدمات الطفولة وكسرت الحواجز دي، هبقى واثقة من نفسي. طيب لو أنا عندي عقدة حياتي، حاجة في جسمي، أحاول أشتغل على أصلحها. تخينة، أخس، رفيعة، أتخن، وات ايفر الحاجة اللي محسساكي إن انتي مش مرتاحة، اشتغلي عليها يا ماما. اشتغلي عليها عشان نفسك. ما تقوليش بقى ايه، هو بيحب البنت التخينة فأنا خليني تخينة وانتي ما بتحبيش تكوني تخينة. لا لا، اعملي الحاجة اللي تحسسك ان انتي واثقة من نفسك، مش اللي تعجب الشخص التاني. ده مهم قوي ان انتي تشتغلي عليه. ليه؟ لان انتي لما يسيبك تقولي انا عملت عشانه كل حاجة وفي الاخر سابني، انا مش كفاية. انا قدمت كتير، ما عنديش حاجة تانية اقدمها لحد واتحب، انا كده المشكلة فيا، انا كده مش كفاية. ليه بقى هتحسي بكده؟ لان انتي كنتي بتعملي كل حاجة وبتقدمي مجهود عشان تعجبي الشخص التاني. فلما هو يمشي ويطلع من حياتك وتخافي من خروجه من حياتك، هتقولي انا قدمت كل حاجة، ما عنديش حاجة اقدمها. وفي الواقع انتي ما قدمتيش اي حاجة اصلا. انتي بس كنت بتيجي على نفسك. انتي ما كنتيش في حالتك الطبيعية، ما كنتيش انتي، كنتي حد تاني. الموضوع ده عميق وعايزاكي ترجعي للفيديوهات التانية. ولو استفدتي من الفيديو اعملي لايك لان بيفرق قوي معايا على اليوتيوب، وما تنسيش الكومنت. اشوفك في فيديو جديد.